السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات أخبار الساعة. نشاهد معا إخواني أخواتي المشاهدين الكرام حافلات وفضيحة أخرى تنضاف إلى فضائح الكبرانات، فضيحة الحافلات العالمية التي تم تجهيزها مسبقا من طرف الجزائر لنقل المنتخبات المشاركة في الشان الجزائر 2023 داخل الجزائر. هذه الحافلات التي تم طلاؤها بالصباغة وبألوان غامقة، وتعتبرها الجزائر إنجازا كبيرا بالنسبة لدولة الكبرانات، وما هي إلا فضيحة أخرى تنضاف إلى فضائح العسكر الذي عجز حتى على توفير حافلات تليق بالبلد المنظم، بلد الغاز والبترول. جابوا حافلات قدام وصبغوها بألوان غامقة ومظلمة، وحتى النوافذ تم طلاؤها بالصباغة. فضيحة كبرى ببطولة الشان، وإن كان هذا الشان هي بطولة عادية وما قدروش العسكر ينظموا الأمور ديالهم ويجيبوا حافلات نظيفة تليق بمستواهم. فضيحة تنضاف إلى فضيحة التميمة التي أثارت سخرية عالمية، والملاعب التي معشوشبة بعشب أصفر، وزيد على ذلك حافلات تنقل السجناء، وما خفي كان أعظم، والشان لم يبدأ بعد. فهذه دولة اللسان الطويل والذراع القصير في ظل تسيير شؤون البلاد من طرف العسكر والكبرانات. إلى هنا دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى أن نلقاكم إخواني أخواتي، إلى اللقاء.